أنا توت عنخ آمون ملك مصر، ابن الشمس الذي لم يكتمل نوره. ولدت في الأسرة 18 زمن التغييرات والثورات الدينية، حين كان أبي الملك إخناتون يعبد إلها واحدا اسمه آتون، ويغير وجه مصر بأكملها. أما أمي فكانت على الأرجح نفرتيتي الملكة العظيمة، أو ربما زوجة أخرى من زوجات أبي. التاريخ لم يقدم إجابة مؤكدة، لكنني ورثت قوة عائلتي واسمها، وحملت على كتفي مسؤولية مصر وأنا طفل لم يتجاوز 9. جلست على العرش صغيرا، وحولي وزراء كبار مثل آي وحور محب ساعدوني على إعادة عبادة الإله آمون وإرجاع العاصمة إلى طيبة. تزوجت من عنخ إسن آمون ابنة إخناتون، وكان زواجنا أقرب من تحالف سياسي وحب شخصي معا. ورغم حبنا لم يكتب لنا أن ننجب أبناء ناجين. قد توفيت بعض ولادات زوجتي مبكرا، وربما توفي بعض الأطفال بعد الولادة مباشرة، لهذا لم يترك وريث مباشر للعرش بعد رحيلنا. كنت أحاول أن أحمي مصر من الاضطرابات، وأعيد المجد والهدوء إلى المعابد والشعب، لكن القدر لم يمهلني لأحقق كل أحلامي. رحلت عن الحياة في سن 19 فقط، وكان موتي غامضا. هل مرضت؟ أم سقطت من عربتي؟ أم دبرت مؤامرة ضدي؟ حتى اليوم يظل جسدي لغزا للعلماء، لكن ما زال اسمي حيا يحكي قصة حضارة لم تمت. دفنوني في مقبرة صغيرة على عجل في وادي الملوك، لكن القدر أراد أن تبقى مقبرتي محمية لتكتشف بعد أكثر من 3000 عام. وفي عام 1922 جاء هوارد كارتر واكتشف قبري، وظهرت الكنوز الذهبية، التوابيت، الأقنعة، الأسلحة، وكل ما كان يملأ قلوب المصريين فخرا. أنا